السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الحاجة الحلوة اللي قدام عينيكوا دي؟ يا ام اياد، دي يا حبايب قلبي البطاطا الحلوة في الفرن. شايفين سمكها؟ شايفينها متماسكة وجميلة ازاي؟ بدون نشا، بدون دقيق، بدون اي حاجة تمسكها. عاملين البطاطا بطعم لذيذ جدا، هتعجبكم. عاملينها بايه؟ عاملينها الباتري كريم، وعاملينها بالقشطة، حاطين صوص الكريم كراميل اللذيذ بجد. يعني شايفين جمالها؟ اخر لذاذة واخر طعامة، مش قادرة اوصف لكم الجمال، بجد تحفة. تعالوا نوريكم احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايب قلبي في يوم بارد جدا في اسكندرية عندنا. قعدت كده وفكرت، طيب احنا مش عايزين ناكل، نعمل ايه نضيع البرد ده شوية؟ قلنا نعمل البطاطا تدفينا وتدينا باور عالي جدا. مسكنا البطاطا غسلناها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ادي البطاطا بتاعتنا غسلناها وقشرناها زي ما انتوا شايفين، وقطعناها قطع صغيرة عشوائي. معلش انا صبعي كان هيتقطع من السكينة وانا بقطع، الحمد لله جت سليمة. قطعناها بأي شكل عشوائي زي ما انت عايزة، الكمية اللي تعجبك. انا عاملة 3 كيلو، هحط على 3 كيلو كوباية من السكر. انت لو هتعملي 2 كيلو حطي كفاية نص كوباية سكر. لو عايزة السكر يبقى عالي اعملي كوباية الا ربع. انا عندي هنا 3 كيلو، حطيت عليها كوباية من السكر. نروح نشوف هنعمل ايه. نسمي ونصلي على رسول الله. هنا البطاطا في الحلة على النار، حطيت كوباية السكر وهغطي عليها اشوف هتحصل لها ايه. مش هحط لها اي نقطة مية، البطاطا هتنزل المية مع السكر اللي فيها. هنغطي عليها. انا بس عايزة اوريكم المية اللي نازلة، شايفين ميتها اهي ابتدت تنزل. هسيبها لغاية المية دي كلها ما تشربها البطاطا من تاني وتتسلق ونشوف شكلها. شايفين كده البطاطا خلاص شربت المية واستوت، مش محتاجة اي حاجة خلاص. يعني احنا لو هرسناها بالمعلقة كده شايفين بتتهرس معانا بمنتهى السهولة. ما اخدتش 10 دقايق على النار، طريقة جميلة جدا. هنطفي عليها خلاص. عندي قطعة من الزبدة، لو عندك سمنة فلاحي حطي، بس الزبدة طبعا اخف. عندي باكو من البيكنج باودر، عندك الفانيليا الفانيليا. عندك فانيليا من السائلة حطي، عندك البودر حطي. وهخفقهم بالهاند بلندر، عندك هاند بلندر اشتغلي، عندك بالمعلقة زي ما قلنا اشتغلي، مفيش مشاكل خالص. كده خلاص شايفين بقت بيوري خالص. عندي الحليب انا غلياه، وهاخد القشطة كمان اللي على الوش. خدي كمية الحليب اللي انت عايزاها، نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو. انا كده حاطة حوالي كيلو الا ربع من الحليب، وهدمجهم كويس جدا. نسمي ونصلي على رسول الله. شايفين القوام بتاعها؟ كأنك بتعملي كيك. كل ما هتقلبي هتلاقي البطاطا بتشرب الحليب معاكي. شايفين انا كل ما بزود كمية كل ما بلاقيها بتشربها. طريقة جميلة جدا، والريحة طالعة تحفة تحفة تحفة. عندي شوية من جوز الهند، هرش جوز الهند. حطي بقى اللي انت عايزاه مع الزبيب كده، بسم الله ما شاء الله. اي حاجة عايزة تحطيها حطيها، ما عندكيش خلاص ما تحطيش. عايزة تحطي سوداني حطي، اي حاجة تعجبك وتعجب اولادك على قد امكانياتك اعملي اللي انت عايزاه واللي يفرح اولادك. هعمل الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده.
جبت الطاجن ودهنته بالزبدة. نسمي ونصلي على رسول الله. هحط الخليط بتاع البطاطا الجميل في القالب زي ما انتوا شايفين. هساوي الطاجن بتاعي. بسم الله ما شاء الله، الريحة طالعة ما اوصفلكوش وما اقولكوش. هركنها ونشوف الخطوة اللي بعد كده. عندي كوباية من الحليب المسلك تكون جاية من البرادة. سامعين صوت الشتاء؟ اللهم غيثا نافعا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. هضيف عليها باكو باتسري كريم اللي هو دريم. وهخفقهم لغاية ما يدينا القوام ده. هضيف عليه معلقتين من القشطة. احنا كده بنزود القيمة الغذائية لأولادنا وبنخلي الطعم بقى ما اقولكوش بقى تحفة. يعني لو عندك القشطة بتاعت اللبن انت بتحوشيها ممكن تحطيها، ما عندكيش خالص استغني عنها وكفاية الكريم الجميل اللي احنا عاملينه. حطينا الكريم في كيس حلواني وهرصه بقى بالشكل ده كده. بسم الله نسمي ونصلي على رسول الله. شكل عشوائي، هو في الفرن هيسيح كله مع بعضه. وهدخله الفرن ولما يطلع نشوف شكله بقى عامل ازاي. ودي شكل الطاجن البطاطا الجميل بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن. عندي صوص الكراميل هحطه زي ما انت عايزة بالشكل ده. عايزة اقول لكم الريحة تحفة تحفة تحفة. لازم تجربوها بالطريقة دي وتقولولي في الكومنتات. وكده تكون خلصت صينية البطاطا الجميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.